واحدة من أكتر الفئات في أجهزة الورك ستيشن اللي بتحقق مبيعات عالية جدا عشان المميزات اللي هي بتقدمها، وهي فئة الباور من أجهزة ال HP ZBook. ليه بتحقق مبيعات عالية؟ أول حاجة لأن الوزن بتاعها بيكون قليل جدا، بس في نفس الوقت الوزن والحجم الصغيرين دول ما بيجوش على حساب التبريد ولا بيجوا على حساب الأداء بتاع الجهاز، فبتلاقي إن الجهاز الأداء بتاعه كويس ومستقر، في حين إن الوزن بتاعه والحجم بتاعه صغيرين جدا. بس كان دايما في نقطة كده بتعيب أجهزة الباور في فئات الجي 7 والجي 8، وهي ان كارت الشاشه بتاعهم اعلى حاجه كان بينزل بنسخ 4 جيجا. الشاشات بتاعتهم كلها كانت بتنزل شاشات فول اتش دي، وكان مستحيل تلاقي نسخ ال 4K بتاعتهم موجوده هنا في مصر. زائد ان المعالجات اقصى حاجه كنت تقدر تجيبها هي الكور اي 7 الجيل العاشر او ال11، وعمري ما كنت بنصح اي حد يطلع لمعالجات الاي 9 في فئات الباور بتاعت الجي 7 والجي 8. ليه؟ لان استهلاك الطاقه بتاعها هيقل بعد فتره، وهتلاقي ان الاداء بتاعها بيقل والحراره بتاعتها هتعلى. بس كل بقى الكلام اللي انا بقوله ده اتغير في الجهاز اللي معايا هنا، وهو ال HP ZBook الباور الجي 9. خلونا بقى نعمل له كده مراجعه كامله، فبدون اي مقدمات كتير خلينا في الفيديو بتاعنا. نبدا اول حاجه بمواصفات الجهاز. بالنسبه للمعالج، فالمعالج بينزل منه نسخ كتير جدا، من اول الكور اي 5 الجيل ال 12 لحد الكور اي 9، وما بقاش فيه خلاص نسخ الزيون. النسخه اللي معايا هنا هي نسخه الكور اي 9 ال 12900H. دي نسخه بتيجي ب 14 نواه، 6 انويه اساسيه مع 8 انويه مساعده، وبتيجي ب 20 مسار وتردد تربو 5 جيجا هرتز، وهنتكلم على الاداء بتاعها قدام. بالنسبه لكارت الشاشه، فكارت الشاشه بيجي هنا انفيديا RTX الاي 2000 بس نسخه ال 8 جيجا، وبرضه هتكلم على الاداء بتاعها قدام. بالنسبه للاس اس دي والرامات، فالجهاز جاي برامات 16 جيجا DDR5 بتردد 4800 ميجا، وبالنسبه للاس اس دي فجاي لي اس اس دي NVMe PCIe 4. السرعه بتاعته بتوصل لحد 7000 ميجا، ده واحد من اسرع العرضات اللي جربتها اصلا لحد دلوقتي. وبالنسبه للشاشه، فالجهاز بيجي بشاشه 15.6 انش. وخلونا بقى نفصص المواصفات دي حته حته. نبدا اول حاجه بالنسبه للمعالج. دايما كنت بقول محدش يجيب معالجات الكور اي 9 في اللابات زي الاستوديو والباور، لان منطقي ان هي هتسخن جدا، ولو ما سخنتش اعرف ان استهلاك الطاقه بتاعها هيقل جامد، وبالتالي مش هتاخد منها اي اداء، وهتبقى دفعت مبلغ كبير على الفاضي. بس الكلام ده زي ما قلت اتغير في الجهاز ده، لان دايره التبريد والهيت سينك عموما بدا يتغير التصميم بتاعه في اجهزه الجي 9 من الزد بوك، سواء الباور او الفيوري. وبالنسبه للاستوديو فده لسه كده هعمل له التجربه بتاعته قدام، بس الباور والفيوري اللي جربتهم دايره التبريد والهيت سينك اتغير التصميم بتاعه، وده ساعد جدا على تحسين التبريد بدرجه كبيره قوي في الجهاز هنا. فمثلا هتلاقي ان معالج الكور اي 9 اللي هنا الحراره بتاعه المعالج هنا ما تعديش ال 75 درجه. اقصى حاجه يوم ما كانت يعني ايه تطلع لها طلعه كده وتنزل تاني، كانت بتطلع مثلا لحد ال 80 85 وتقوم نازله تاني ل 75. ما كانتش حتى تلحق ان هي تقعد فوق ال 80 دقيقه واحده على بعض. طبعا اللي مجرب الجي 7 والجي 8 من فئه الباور عارف ان معالجات الكور اي 9 بتعدي درجات من اول ال 85 لحد ال 95 درجه. ف 75 درجه في الجي 9 هنا بمعالج الكور اي 9 اللي هو اعلى من الاجيال اللي فاتت، دي حاجه جباره. انا لحد النهارده مش فاهم عملوها ازاي. انت واخد انويه اكتر، مسارات اكتر، تردد اعلى، نفس استهلاك الطاقه، وحراره اقل، واداء اعلى. 6 مميزات متجمعين في المعالج هنا. طب بالنسبه لكارت الشاشه، كارت الشاشه اوريدي انا كنت جربته قبل كده كتير، اللي هو الار تي اكس الاي 2000 نسخه ال 4 جيجا. انا كنت جربتها كتير في اجهزه الزد بوك الجي 8، وهو ككارت انا شايف ان هو كارت اصلا كويس جدا، بيعدي ساعات الار تي اكس 3000 في اغلب الالعاب. بس كان عيبه الوحيد حته ان هو 4 جيجا، واغلب الالعاب الحديثه ان ما كانش 90% منها اصلا هي والبرامج الحديثه كلها بقت بتحتاج في رام اكتر من 4 جيجا. طبعا الكارت مش بس 8 جيجا في رام، لا هو كمان نازل هنا بكلوك سبيد اعلى بنفس استهلاك الطاقه، ومع ذلك برضه حراره اقل، لان حراره الجهاز هنا كارت الشاشه كانت برضه لا تتخطى ال 75 درجه. اغلب الوقت كانت ما بين ال 72 وال 73. اصلا الصيف السنه دي يمكن اعلى 5 أو 6 درجات عن اي صيف جه قبل كده. ان يجي لك الحراره دي في صيف اصلا حر جدا، ده معناه ان في الشتاء درجه الحراره ممكن ما تعديش ال 60 درجه او ال 55 درجه كمان تحت الضغط. فدي هي افضل درجات حراره ممكن تجربها في جهاز ورك ستيشن او في جهاز موجه للاداء بشكل عام. وبالنسبه لاداء كارت الشاشه والمعالج هنا فكده انا هظهرهم في اخر الفيديو. بس ننتقل بقى للنقطه الثانيه اللي في الجهاز هنا، وندخل على نقطه البطاريه. البطاريه بتاعت الجهاز هنا جايه 83 وات اور 6 سل، تعتبر زيها زي بطاريات الزد بوك الباور بتاع الجي 7 والجي 8. طب ندخل بعد كده على نقطه قابليه التطوير. انت هنا الجهاز بيقبل 2 هارد اس اس دي NVMe PCIe 4، وفي
بنكين رامات بيقبلوا لحد 64 جيجا بتردد 4800 ميجا هرتز. وبالنسبه للجهاز هنا انا شايف ان 4800 تردد معقول وحلو جدا، مش محتاج تطلع فوق الترددات دي لان اسعارها هتبقى مهوله شويه. والهاردات انا شايف ان هاردين كافيين جدا. لو انت عايز تركب ممكن تركب 1 تيرا جنبيه 1 2 تيرا، هتبقى واخد مساحه كبيره وهاردات سريعه. فانا شايف ان نقطه قابليه التطوير هي كويسه، ولكن هي زيها زي اجهزه الجي 7 والجي 8 الا بس سرعات الهاردات والرامات هي اللي فرقت هنا. طب بالنسبه للتصميم والشكل والوزن بتوع الجهاز هنا زيه زي الجي 7 والجي 8 بالظبط. بيجي الوزن برضو بتاعه متوسط حوالي 1.9 كيلو جرام. الجهاز بيجي بالكامل من المعدن، الحجم بتاعه رفيع جدا. والصراحه انا بفضل ان استخدم كجهاز رفيع استخدم فئه الباور عن اي جهاز تاني رفيع بينزل في اي فئه تانيه في اجهزه الورك ستيشن، سواء عيله ال 55 او عيله الاستوديو او عيله الباور. بالنسبه لي اللي بفضلهم دايما بيكون عيله الباور، جهاز رفيع وحجمه صغير ووزنه قليل، ومع ذلك ببقى مطمن وانا قاعد شغال عليه، مش قلقان ان الاداء هيقل ولا الجهاز يسخن ولا الكلام ده. كده كده لسه هجرب الاستوديو جي 9 قدام، بس حتى الان الباور انا بفضله عن بقيه العائلات الرفيعه في اجهزه الورك ستيشن. بالنسبه للشاشه بعد كده بتاعه الجهاز، فالشاشه هنا 15.6 انش، بتيجي ببانل اي بي اس بدقه 4K. الالوان بتاعتها مش محتاج اتكلم عنها طبعا، والنسخه اللي معايا هنا هي تعتبر اعلى نسخه من حيث الشاشه بتنزل في الجهاز دوت. لو هتشتغل في تعديل الالوان على الفيديوهات او مونتاج او جرافيك عموما، الشاشه هنا لا يعلى عليها، وتعتبر من افضل الشاشات اللي ممكن تجربها في الفئه السعريه دي. طب ننتقل بعد كده للنقطه اللي مجنناني شويه، وهي نقطه المداخل والمخارج في الجهاز هنا. اللي اتفرج على مراجعه الفيوري جي 9 هيعرف اني قلت ان الجهاز كان بينزل باثنين يو اس بي 3.1. فانا هموت وافهم ازاي الجهاز الباور هنا حاطين فيه 3 يو اس بي. يعني ازاي تحط لي 3 يو اس بي في الجهاز الرفيع، والجهاز الفيوري اللي هو التخين الضخم تحط لي فيه 2 يو اس بي بس؟ الموضوع ده هيجنني. الجهاز بيجي ب 3 يو اس بي 3.1 مع واحد مدخل تايب سي اللي هو ثاندر بولت 3 مع مدخل ال اتش دي ام اي ومدخل اللان ومدخل الاس دي كارد. وانا شايف ان مداخل ومخارج الجهاز هنا كويسه جدا جدا، مش موجوده في اي فئه تانية من فئات الورك ستيشن اللي بتكون باحجام رفيعه. كده بقى احنا يعتبر نكون رجعنا كل حاجه موجوده في الجهاز. هسيبك بقى تتفرج على تجارب الاداء بتاعته عشان نرجع بعد كده اقول لك السعر والتقييم النهائي بتاعه. بعد بقى ما شفنا تجارب الاداء بتاعت الجهاز الاداء بتاعه حلو جدا. الجهاز جايب متوسط ال 60 فريم على سايبر بانك هاي سيتنجز، جايب فوق ال 90 فريم على فورزا هورايزن 5 على هاي سيتنجز. الفريمات والاعدادات والجوده بتاعته وكمان اللعب على الوان الشاشه اللي موجوده هنا، الصراحه تجربه لعبه ممتازه بالنسبه للجهاز. اصلا النسبه لجهاز رفيع كمان ما بيسخنش، يعني المفروض الطبيعي انه ما كانش يقدم الاداء دوت اصلا. فانا شايف الصراحه ان تجربه الاداء بتاعت الجهاز هنا بقت مثاليه وممتازه ومتفوقه بفرق كبير عن الاجيال بتاعت الجي 7 والجي 8. طب بالنسبه بقى للسعر بتاع الجهاز، النسخه اللي معايا هنا اللي هي نسخه الكور اي 9 مع الار تي اكس الاي 2000 سعرها حاليا متوسط ال 44 ل 44500، ده اللي بتيجي برده بنسخه ال 4K. طبعا هتلاقي نسخ ارخص شويه زي نسخ مثلا الكور اي 7 مع الفول اتش دي او الكور اي 7 مع ال 2K وال 4K. دي نسخ بتبقى ارخص شويه عن السعر اللي انا قلته، ممكن تقل 3 او 4000 جنيه عن السعر دوت. فممكن مثلا تلاقي نسخه الكور اي 7 وفول اتش دي متوسط ال 39 لحد ال 40000 جنيه، وممكن
ممكن تنزل بالسعر كده شويه كمان لو نزلت في كارت شاشه وجبت مثلا ال RTX ال A1000. طب بالنسبه لتقييمي للجهاز، الجهاز انا شايف ان هو مثالي في كل حاجه. لو انت عايز جهاز رفيع، يعني لو انت بتدور على جهاز رفيع وصغير وسهل ان انت تتنقل بيه وفي نفس الوقت يكون قوي جدا، اشتري زد بوك الباور ده وانت مغمض. لو الوزن مش فارق معاك، انقل للفيوري اللي انا عملت له المراجعه بتاعه الفيديو اللي فات اللي هتظهر لك في الاي دلوقتي فوق. واللي بالمناسبه لو عايزين نعمل مقارنه ما بين الزد بوك الباور جي 9 والفيوري جي 9، اكتبوا لي في الكومنتات وباذن الله هحضر لهم فيديو نعمل برضو مقارنه كامله ما بينهم عشان اللي عايز يعرف يشتري انهي فيهم. كده بقى احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل، تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي عيد، سلام عليكم.